اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة منه القول الله أحد والمعوذ اجتمعنا ها هنا بسببه المغفور الحي القيوم لا معرف بالله الأستاذ الحبيب علي بن سالم المدحت أن الله يغفر له ويرحمه ويسكن من الجنة برحمته ووالدينا ووالدكم خاصة وجميع أمواتنا
وأموات المسلمين عما أثابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في النبيين وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى الأرض من عليها وأنت خير الوارثين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وسيلة تكبر ثم قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما استغفر سبحان الله بحمده وما قلنا يا الله يا الله وما استغفر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آباء أخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسالتنا أبي بكر عمر وعثمان وعلي وعمك الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأثبت رسول الله طاهر عامة المؤمنين سيدنا خديجة عائشة الرضا وخصوصنا فاطمة الزهراء حمزة العباس الحسن حسين علي زين العابدين محمد باقر جعفر صادق موسى الكاظم علي رضا علي أوريدي سيدنا محمد النجيب وسيدنا سيدنا النجيب سيدنا محمد المهاجر الله أحمد بن عيسى وبيد الله سيدنا علي خلق قاسم سيدنا محمد بن مباد سيدنا أستاذ الأعظم سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفر الحبيب عم الفقيه وسيدنا حبيب علي غير الفقيه المقدم حبيب علي بن علي صبر الدرك إمام محمد مولى الدوي إلى سيدنا الفقيه المقدم الرحمن السقاف وشاه من مخضار سكران أحمد سكران حبيب علي سكران حبيب عبد الله بكر الشاب بكر بن سالم والحبيب عقيل بن سالم والحبيب عبد الرحمن العطش عن ابن الفارس والحداد وأصولهم وفروهم كتب شيخ بكر جيلاني شيخ أحمد البداوي شيخ أحمد الرفاعي شيخ إبراهيم النسوقي أبي حسن الشاذلي شيخ محمد البوسيري صبر ده حبيب شيخ سلطان شيخ أحمد التجاني شيخ سليمان الجزيري حبيب حربة والحبيب عبد الله ندوس وأصولهم وفروهم والحبيب علي بن حسن العطاس وأصولهم وفروهم حبيب علي بن الله السقاف وأصولهم وفروهم والحبيب من السقاف صافي حبيب من حامد والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري مولى الأرشي الحبيب أحمد محمد مولى الشيخ يوسف عبد الأسني الحبيب أحمد بن زين حبيب شيخ إبراهيم تسبيكين الحبيب أحمد بن مسمين والحبيب حسن بن صلاح البحر والحبيب عبد الله بن عبد الله بن حسين بن طاهر وأخوان حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب بكر بن الله العطاس وأصولهم وفروهم والحبيب علي بن أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروهم والحبيب علي بن حسين حبشي والحبيب عبد الله الحبيب محمد الحبيب أحمد الحبيب علوي بن علي محمد بن حسين حبشي محمد بن حزقاب الحبيب علي بن شعب أحمد محمد محضار ورسيني الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن عبد الرحمن السقاف والحبيب محمد بن صلاح المحضار الحبيب الرحمن مصطفى الإدروس ومن تارم وأهلا من زنبل سادة العلوين والحبيب حامد بن عبد الله الحداد وأخوان حبيب حامد وأصولهم وفروهم والحبيب أحمد بن علي بن صالح بن شهاب بكر بن سالم والحبيب عبد الله بن سالم والكاب شهاب بن حمد بن شهاب بن شهاب عبد الله بن شهاب والحبيب حامد بن محمد بن شهاب وأصولهم وفروهم والحبيب أحمد بن حسن الحبيب عبد الرحمن محمد النوار والحبيب أحمد بن حسن أبشي وأصولهم وفروهم والحبيب أحمد بن حمد الكابشي وحبيب البحسين والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب بكر بن شهاب عبد القادر الرسل والحبيب علي بن محمد النوار وأصولهم وفروهم والحبيب علي بن شهاب السقاف وأصولهم وفروهم والحبيب محمد بن عمان الملاخلة والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وأصولهم وفروهم والحبيب سالم بن شيخ المديحين والحبيب محمد بن إدروس المديحين والحبيب عبد الله بن حسين بن شهاب والحبيب محمد بن عبد الرحمن المدحي
Haddad, wal Habib Abdullah bin Syekh Barakbah, wal Habib Abu Bakar bin Husin Al-Kaf, wal Habib Agil bin Alwi Al-Madihid, wal Habib Abdullah bin Agil Al-Madahid, wal Habib Muhsin bin Abdullah Al-Kaf, wal Habib Yusuf bin Alwi Barakbah, wal Habib Hasan bin Uthman Al-Madihid, wal Habib Muhammad bin Hasan Al-Madihid, wa Hubaba Syekha binti Ahmad Al-Madihid, wal Hubaba Ni'mah binti Ahmad Al-Madihid, wal Hubaba Bahiyah binti Ahmad Al-Madihid, wal Hubaba Fatimah binti Umar Al-Khirid, wa Hubaba Fatimah binti Yusuf Barakbah, wa Hubaba Salwa binti Alwi bin Yahya bin Syahab, wal Hubaba Farida binti Abu Bakar Barakbah, wa Hubaba Syarifah Sidatun Nisa binti Abdullah Al-Madihid, wal Suntaso Ghaffar bin Abdullah, wa Siti Aminah binti Abdillah. Thumma ila ruman ijtama'ana hakhuna bisababihim al-maghfur hayyul qayyum al-Habib Ali bin Salim Al-Madihid, annallahu yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaskinu bil jannah birahmati walidina wa li khassa jami' amwatina wa amwat muslimina amma wasallallahumma thawaba dhalika minna ilayh. Allahumma ij'al nura yas'a wa yatala'ala bayna yadayh. Allahumma ij'al fida'an lahum minan nar wa fikakan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa itkan wa hijaban lahum minan nar wa bara'atan lahum minal adab. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afina wa'fanhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afina wa'fanhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afina wa'fanhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afina wa'fanhum wajma'na wa iyyahum wal muslimin fi dari karamatik wa mustaqar rahmatik wa mahalli awliyaik ma'alladhim tan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlu minallah wa kafa billahi alima. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asir asrar. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فاتحة بالقبول والإقبال وشرع كل حال ويغفر الذنوب ويشرح الكل ويكشف الكروب ويشتر العيوب ويبارك لكم في كل حال وفي الأهل والمال والعيال ويغفر الوالدين ووالديكم من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الله يتولانا بولايته ويحفظنا من شر بريته وبرنا تقصيرنا في حقه وفي حق نبيه وفي حق أزواجنا وفي حق والدنا وفي حقوقنا من المسلمين يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا وإن كنا وإياكم من ذل المعصية العز الطعام العضيد وصلنا الجماعة من كل حالة دنيا كل مرضية يشفي أمراضنا ويسوي أغراضنا ويطير أعمارنا مع لطفه وعافيته ويسر سبيكتنا ويسر ختمتنا وكل منا وحبيبنا علي بن محمد بن وسيل الحبشي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقة وأصداق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق.
يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في أوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بهبيب أما الأنام نوالا
جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيل الضلالا وهو من فوق علمي قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الحلق يا نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وعد الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في الهلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بإناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا صهوة المجري بقربه وتفيأوا دلال الشرف الأصل بوده وحبه ما أتر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التحسيس للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين آو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين
فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأسهرت من سر هذا النور ما أسهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأسلاب الفاهرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برد في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الهروب بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروهان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد أنا الجامع أي خط ما خرجته فيه الأناميل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل هذه أحسن الشمائل وهنا أصنع أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتصرف بكتابه القلم والقرطاس وتنزه بالحدائق أسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور مودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول المخلوق برد في العالم ومنه نظر الوجود خلقا بعد خلق بما حدث وما تقدم وقال أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبيه وأمه أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقال ورد من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعدت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من ساءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلب وبطون من شرفته من العالمين
فنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي بمحافظ آمنة أي سيدة كريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشياؤها بمعونة الله محافظة على حقه هذه الدرة وسونها فحملته برعاية الله كما وردت عنها حاملا حفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إلالا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت وجود إلى عالم الشهادة لتنبيض على أهله هذا عالم فجودة فضلي وتنتشر إلى نبر مجده الصميم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفسيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وإنك ربع ونودع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترخيب وامطار الجود إلهي على للوجود تسير وألسنة الملائكة بتبشيرنا للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشف الكناز المستور ليبرز نور كاملا بعلم الظهور نورا فاق كل نور وأنبذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يقدر عند وضع الأمة تعنسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود
فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. وأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانطلق سبل كمال من النور النمور وبرز حميد المحمود مزينا لله بتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاطربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرات أستضيء بجمال فكفي الحسن دفا. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. لنا البشرى بسعد مستمرين ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفرح المعبد
شفاع في القيامة للخلائق أجمعين لربي كل حمد جل يحصره الآن إذ أبانا بالوجود المصطفى الهادي محمد يا رسول الله جئنا لزيارة قصدنا الله نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا رسول الله جئنا لزيارة قصدنا الله نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين واهدنا نهج سبيله سبيله كي به نسعد ونرشد ونرشد صلى الله على محمد يا مولاي صلى الله عليه وسلم يا الله ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد صلى الله على محمد يا مولاي صلى الله عليه وسلم يا الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا وسلام مستمر كل حين يتجلى أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد
يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم. Masalah alhamdulillah. Berikut ini insya Allah kita ikuti prosesi tasmiyah, peresmian nama. Saya mohon doa kepada Habib sekalian atas keponakan cucung kami yang alhamdulillah mengambil keberkahan di Hajarah Hall ini. Untuk prosesi tasmiyah kami serahkan kepada guru kita Al Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita ada seorang anak bayi laki-laki, cucu kita yang akan diresmikan namanya, yang telah dimupakati oleh kedua orang tuanya, disetujui oleh jid dan jidahnya dengan nama yang baik, dengan nama yang bagus, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian. Maka perbaguskanlah nama-nama kalian. Alhamdulillah, dengan nama yang bagus anak ini diberi nama yaitu Sayyid Ahmad Hamid bin Sayyid Hasan bin Al-Habib Alwi bin Habib Hamid bin Habib Muhsin Al-Kab. Semoga anak yang diberikan nama dengan nama Ahmad Hamid akan menjadi anak yang saleh, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam muslimin, dijaga olehnya Al-Quran, dijaga olehnya As-Sunnah, dan menjadi qurratu ain li sayyidil kaunain wa asyrafis saqalain jaddil Hasan wal Husain ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah wa astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Allahumma barik lana fi awladina wa la tadhurhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الحيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل
وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نضم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسل بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ صدقك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا عطما برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك
وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشرب بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقدار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة، واكشف اللهم غربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، وبالحفظ المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. البدر قبول وإلى حضرات الفاتحة. ربنا تقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi muhdithul akwani wal a'yan, wa mubdi'ul arkani wal azman, wa munshi'ul albabi wal abdan, wa muntakhabul ahbabi wal khillan, maghurul asrar al abrar bima awda'aha minal barahini wal irfan, wassalatu ala man anhu balaga wa syara' wa limuttabihi gharasa wa zara' Muhammadil Mustafa al-Mustana' wa ala alihi wa sahbihi minal anbiya'i wal mursalin. Fadilatul muhtaramin, siyadatul habaib wasyuyukh wasyiban al-kurama, khususan ila Sayyidil Walid Al-Habib Abuya Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, wa Fadilatul Ustad Al-Habib Syukri bin Ali bin Syahab, wa Fadilatul Ustad Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, wa Fadilatul Ustad Al-Habib Ali bin Abdullah Al-bin Hamid, wa Fadilatul Ustad Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi, wa ghairuhum min al-habaib wal masyayikh wasyiban alladhina hadaru ma'ana wa lam adhkur asma'ahum. Nas'alullah ta'ala ayahfadhahum biri'ayatihil khasah, wa ballaghallahu aqsa ghayatahum wa munahum, wa hassanahumullahu ta'ala min kulli syarrin wa balwah. Alhamdulillah, ma'asyaral hadirin al-mustami'in al-mayain. Hari ini, pada sore hari berkah ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di hari yang berkah ini, di tempat yang diberkahi ini, di tempat Sahibul Haul Al-Habib Ali bin Salim Al-Mudahi Ba'alawi. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita daripada keberkahan Sahibul Haul Al-Habib Ali bin Salim Al-Madhid. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, serangkaian acara telah kita lalui dari pembacaan surah Yasin dan tahlil, kemudian pembacaan Maulid Simtud Durar lil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Menginjak acara selanjutnya, yaitu adalah pembacaan Manaqib Sahibul Haul yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh akhina Abu Bakar Fikri bin Naufal Al-Kab. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabiy wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyaral habaib wal masyayikh wal aba wal asatis rahimani wa rahimakumullah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berpuluh-puluh ribu nikmat, serta karena maghfirah dari Allah lah kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah tidak dijauhkan lagi turunnya rahmat Allah Subhanahu wa dari tempat ini. Salawat serta salam tidak henti-hentinya selalu kita junjungkan dan selalu kita agungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Hari ini adalah hari yang paling mulia, yang dimana kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir pada acara Haul Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihij. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Berdirinya Al-Faqir di sini hanya untuk membacakan sedikit daripada sekelumit manaqib sahibul Haul Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihij. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihij dilahirkan di kota Palembang pada tanggal 31 Desember 1930 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1349 Hijriah. Sejak kecil beliau diasuh oleh ayahnya yang mulia yang bernama Al-Habib Salim bin Syekh bin Aqil Al-Madihij dan ibunda beliau yang bernama Asyarifah Alawiyah binti Ahmad Al-Kaf. Adapun nasab beliau yang mulia yaitu Al-Habib Ali bin Salim bin Syekh bin Aqil bin Abdullah bin Aqil bin Alwi bin Abdullah bin Salim bin Husain bin Alwi bin Aqil bin Abdullah bin Aqil Al-Madihij bin Syekh bin Ali bin Abdullah bin Muhammad Al-Munaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Ba'alawi bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Al-Marbat bin Ali Khalaq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajjir bin Isa Al-Nagib bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Uridah bin Ja'far As-Saddiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin ibn Husain bin Ali ibn Abi Talib wa bintu Fatimah Zahra Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kegiatan beliau dalam menuntut ilmu yaitu di samping banyaknya mendapatkan bekal pelajaran ilmu, adab serta akhlak dari kedua orang tuanya, Al-Habib Ali bin Salim pun banyak mendapatkan ilmu dan libas dari guru-gurunya. Selagi muda, beliau banyak mendapatkan bimbingan dari Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf dan juga Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Beliau yang mulia tak pernah membuang kesempatan untuk mengambil manfaat daripada orang-orang besar lainnya. Al-Habib Ali juga pernah belajar kepada Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Husain bin Syahab dan Al-Alama Al-Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun orang-orang yang dekat dengan beliau yaitu Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab, Al-Alama Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habishi atau yang biasa kita panggil sebagai Ustaz Mat Aci, Al-Habib Abdullah bin Uthman Al-Madihij dan Al-Habib Husain Ba'abud, juga masih banyak lagi yang lainnya. Dan adapun keteladanan beliau, Al-Habib Ali bin Salim merupakan sosok yang perlu kita teladani. Beliau berjalan mengikuti salafnya terdahulu. Beliau terkenal sangat tawaddu dan rendah hati. Beliau menyayangi daripada anak-anak kecil dan selalu memberikan motivasi kepada pemuda untuk sedapatnya menjalankan dakwah Islami secara estafet dan lebih baik lagi. Saat usia tua pun beliau selalu menghadiri daripada majelis-majelis ta'lim walau sangat jauh dari tempat tinggalnya. Adapun akhlak dan keistimewaan beliau yaitu Al-Habib Ali memiliki hal yang sangat tinggi dan agung. Namun semua itu dapat ia tutupi dengan sikap tawaddu'nya.
Pernah suatu hari Al-Habib Ali berziarah ke makam Al-Habib Al-Qutub Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Namun sebelum itu beliau terlebih dahulu berziarah ke makam Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin yang merupakan guru daripada beliau. Padahal semasa hidupnya Al-Habib Alwi pernah berpesan agar bila ia wafat hendaknya kalau ingin berziarah harus mendahulukan pada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Karena terlupa pada saat itu, Al-Habib Ali mendahulukan pada Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Al-Habib Ali mengatakan bahwa pada saat itu secara yaqazatan ia diingatkan oleh Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin karena ia telah lupa mendahulukan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Karena sikap tawadhu'nya, Al-Habib Ali dapat menutupi kewaliannya hingga datanglah Al-Arif Billah Al-Alama Al-Habib Salim bin Abdullah Syatri ke rumah beliau. Banyaknya tamu-tamu yang hadir saat itu hingga tak muat untuk menampung semua tamu ke dalam rumah beliau yang mulia. Pada sambutannya, Al-Habib Salim bin Abdullah Syatri menyatakan bahwasanya beruntunglah bagi orang-orang yang bertemu dengan Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihij. Dikarenakan beliau adalah sosok seorang wali Allah di kota Palembang ini yang tidak perlu diragukan lagi tentang kewaliannya. Semasa hidupnya, Al-Habib Ali bin Salim memiliki suatu sir atau tanda yang berupa nur atau cahaya-cahaya. Hal itu sungguh menjadi pertanyaan baginya yang tak terjawab. Banyak para habaib diharapkan dapat memberikan jawaban kepada beliau hingga datang sakit pada Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihij yang menyebabkan beliau tidak keluar dari rumahnya. Tidak lama setelah kunjungan Al-Habib Salim bin Abdullah Syatri, seorang murid beliau menyampaikan kabar gembira bahwa ia ru'yah atau bermimpi bertemu dengan Al-Habib Salim Asy-Syatri. Al-Habib Salim Asy-Syatri meminta supaya menyampaikan kepada Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihij tentang hakikat sir tersebut adalah ada jawabannya pada surah An-Nur. Dengan itu, gembiralah Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihij yang menyatakan haq hadzal ru'yah. Adapun wafatnya beliau, Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihij berpulang ke rahmatullah pada tanggal 8 Zulhijjah 1423 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Februari 2003 Masehi. Beliau wafat di kediaman ayahnya Ad-Da'i ilallah Al-Habib Salim bin Syekh Al-Madihij di Sungai Kangkang 14 Uluh Palembang. Dan beliau dimakamkan di pemakaman Habaib Telaga Swida 14 Uluh Palembang. Inilah sedikit daripada sekelumit manaqib sahibul haul. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah serta dapat mengamalkan apa yang telah beliau ajarkan kepada kita selama ini. Dan mudah-mudahan berkat hadirnya kita di tempat yang seperti ini dapat menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat menambahkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir meminta maaf kepada antum-antum semua. Kepada Allah Al-Fakir memohon ampun. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadza minni wal 'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran katsiran, jazakumullahu khairul jazaa. Semoga dengan pembacaan manaqib Sahibul Haul menambahkan kecintaan kita, menambahkan ittiba wal ihtida bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada aslafuna salihin. Amin ya rabbal alamin. Menginjak acara selanjutnya yaitu adalah Mau'idatul Hasanah yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Maulah Dabile. Fa'alihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yuhib
yuhibbul ulama wa yukrimul ulama wa yuwaqqirul ulama wa innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ghinai faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fi dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Saya muliakan para habaib, para alim ulama, berkhusus Sayyidul Walid Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syihab matanallah fi kulli hayatih, Al-Habib Muqsin Al-Habsyi, para habaib yang lain, Tua Rabitah Alawiyah Palembang, Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Syukri bin Syihab, semuanya. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Semua yang hadir, atalallahu umrakum wa wassa'a rizqakum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Di waktu sore mendekati waktu maghrib, kata Syekh al-Imam al-Muhaddits al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilbigi, waktu sore mendekati waktu maghrib adalah waktu saat-saat ijabah kita berdoa kepada Hadratullah, karena saat itu pergantian malaikatul lail menggantikan tugas malaikatun nahar. Belum lagi mahalul qiyam, menghadirkan ruh suci Nabi Muhammad. Belum lagi haul, orang soleh, orang dekat dengan Hadratullah Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihij. Mudah-mudahan kita dapat barokah beliau, barokah dari guru beliau Mu'alim Nam, mendapatkan barokah dari semua para aulia. Amin, Allahumma amin. Ikhlas ya, ikhlas itu barang mahal, mahal. Yang kita hauli ini orang ikhlas, tidak ingin dipuji orang, tidak ingin dilihat orang. Ini loh mahal. Kita minta kepada Hadratullah, termasuk waktu sore ini. Nah, ada keterangan ajib dari Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Jadi Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini datuk dari Muhadditsul Hijaz Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Mudah-mudahan dapat barokah beliau. Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau terangkan, jadi siapapun bisa mengamalkan sebelum tidur baca 5 ayat terakhir suratul Kahfi. Jadi setiap malam ada waktu ijabah yang apabila Anda berdoa kepada Hadratullah, ijabahnya sama seperti malam Lailatul Qadar. Saya ulangi, setiap malam ada waktu ijabah yang apabila Anda meminta kepada Hadratullah, ijabahnya sama seperti malam Lailatul Qadar. Jadi sebelum tidur baca 5 ayat terakhir suratul Kahfi. Minta dalam keadaan mempunyai wudu. Minta kepada Hadratullah, ya Allah, saya pengen dibangunkan pas bayi suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di alam dunia.
Kapan waktunya? Mendekati waktu subuh. Nah, apabila Anda membaca 5 ayat terakhir suratul Kahfi tadi dalam keadaan mempunyai wudhu, dan Anda meminta kepada Hadratullah, Maulaya salli wa sallim ya Sayyidi ya Rasul Allah khud biyadi inda sirati idha ma zallatil qadamu maulaya sallim daiman ya Sayyidi ya Rasul Allah khud biyadi inda sirati idha ma zallatil qadamu maulaya. Ketika Anda terbangun berbarengan dengan Maulidu Rasulillah waktunya, Anda berdoa kepada Hadratullah, ijabahnya sama seperti malam Lailatul Qadar. Ajib ini Nabi Muhammad. Waktu jam lahirnya saja menyebabkan doa diijabah oleh Hadratullah. Berkati Sayyidil Wujud. Termasuk juga waktu subuh. Kenapa para aulia, para salihin menghidupkan malam-malamnya untuk meminta kepada Hadratullah di subuhnya? Tidak dilepas, itu namanya wirdul latif, memohon munajat kepada Hadratullah. Sabdakan oleh Hadratul Rasul Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'atu tusbih sa'atal jannah. Jadi ada satu waktu yang menyerupai waktu surga. Kapan itu mulai? Mulai munculnya fajar sodik sampai terbitnya matahari. Nah, ini waktu ijabah. Apabila kita meminta kepada Hadratullah, tidak akan ditolak. Wa subhanallah, karomah sahibul haul juga sore ini plus mendekati waktu maghrib, mahalul qiyam, plus turun hujan, doa tidak ditolak. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Yang belum mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, dijadikan mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Semuanya ahli salawat ala Nabi Muhammad. Hidupnya menyenangkan Nabi Muhammad, membuat Nabi Muhammad tersenyum di alamul barzah. Mudah-mudahan si Banuna, orang tua kita, guru-guru kita yang ada di Palembang ini diberi sehat, afiat, panjang umur. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatina minal fitani. Hadza minni wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathiran jazakumullahu khairal jaza kepada Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Maula Dawili atas tausiahnya. Tidak terasa seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Sebagai penutup, kita akan mintakan di akhir rangkaian acara untuk talqin zikir kepada Al-Ustaz Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi. Di akhir kata, kami berharap semoga ilmu, inspirasi, Sohibul Haul dan jejaring yang terbangun pada hari ini tidak berhenti di ruangan ini saja, tetapi dapat menjadi langkah nyata yang membawa manfaat di masa mendatang. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh hadirin. Saya mewakili seluruh panitia Sohibul Haul mengucapkan ribuan terima kasih. Syukran kathiran jazakumullahu khairal jaza.
Dan apabila terdapat kesalahan, kami meminta dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatu haqqin ala nahya wa alaiha namut wa alaihi wa biha nubadhu insyaallah minal aminin amin. Allahumma ihfadna fima amartana wa ihfadna amma nahaytana wa ihfad alaina ma a'taytana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tabarrukana min ba'di tabarrukan ma'suma wa la taj'alna ma'ana wa hawalana shay'an matrudan wa ma'mura wa matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin ya alamin wa ya muslimin wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Undangan haul besok insyaallah Al-Barakah Al-Habib Umar bin Syahab, dan sekaligus haul tanggal 4 Juli insyaallah Al-Barakah Al-Habib Salim bin Syekh Al-Madihid yang ke-83 dan